أنا هي حنان اللي العيالات ولاو يحلفوا بسميتي. أنا هي حنان اللي كانت معفونة ومخموجة ودارها ديما مقلوبة. تجبت وتقرصت وجيت نعاود لكم ما يفيدكم، سوا كنتم مزوجات سوا عاد ناويين. معكم حنان، عندي 34 عام وتزوجت صغير على 18 عام. ما كنت كنعرف ندير حتى حاجة. عارفة بلي بزاف ديال البنات في هاد لاج كيكونوا معلمين الشقة ديال الدار وكاينين اللي كيطيروا مع الطيور كاع. بالحق انا الله غالب كنت باردة الكتاف، من القرايه لدار راجلي نيشان. نهار تزوجت ما كنت كنعرف ندير حتى لعبه، لا طياب لا شغل الدار، وحتى ماما ما كانتش كتزيدني للشقه، لا انا لا اختي ما كانت كتخلينا نديرو والو. بسلامتها كانت حاره وحادقه كدير كلشي بيديها، وكما كيقولوا العافيه كتولد غير الرماد. حنا خرجنا في نيانات. مازال انا شويه كنت كنقرا بعدا عندي باش نستعذر، اما اختي اللي كبر مني كانت جالسه غير في الدار، حبسات القرايه من السيزيام ما كملاتش، وما كاين لك غير الماكله والنعاس. المهم كاملين بينا كان عندنا الشغل ديال الدار زايد ناقص. نهار مشيت عند راجلي مشيت زرقاء، ما نعرف نقلي بيضه هي الاخرى، مقارودين ليا اليدين بهذا المعنى. فين ما نوض نبغي ندير شي مجهود نجمع الدار ونحداق حتى انا كيجيني تقيل داك الشغل، ما كنعرف حتى منين نبداه. كنبقى غير كندور في بلاصتي حتى كتشدني التلفه وكنصدق مخليه داك الشي هكاك ونمشي نهز تليفوني ونتفرج. راجلي في الاول كان صابر، كان كيقول معليش باقا عروسه جديده، معليش باقا صغيره دابا تتعلم. ولكن مع الوقت ما بقاش عاجبو الحال. في الاول بدا غير بالملاحظات، كيقولك الحر بالغمزه والعبد بالدبزه. ايوا انا كانت خاصني شي دبزه باش نفيق، اما الغمزه بزاف عليا. المهم ملي شاف الملاحظات ما جابو حتى نتيجه، بدا كينوض معايا الصداع، ولا كيغوت ولا كيقول لي بزاف هاد الشي. مالكي من دون العيالات دارك ديما مرونه، كوزينتك ديما مرونه، ركانيك خانزين، البلاكار غيطيح بالحوايج مرونين، الحوايج مليوحين في الدار كامله، والروينه الروينه الروينه والعفن والغبره. وانا هاد الهضره كانت كضرني في خاطري بالحق، باش نوض ونعري على دراعي اليدين باش ندير هاد الشي والو مقرودين، والكتاف باردين، وحتى القانه ما كانتش كتكون عندي انا لهاد الشغل. كنبقى كنشوف في الدار وكيجيني داك الشي ثقيل بحال الجبل. اجا ما جمع ليا الفراش والحوايج، اجا ما صبان، اجا ما مسح القنات، والو ما كنعرف منين نبدا. في الاخر كنخلي كل شيء وكنقول خليتها لغدا نصبح شويه مصحصحه وندير كل شيء. كنبقى نخلي شي يتزاد على شي، شي يتزاد على شي، حتى ما باقي كنقد ندير حتى حاجه. وحتى الطبله فاش كناكلو كنعجز نجمعها، كتبقى هكاك باليومين 3 ايام 4 ايام هي وزهرها. اما الزبل كنخليه حتى كيدود ويتم خارج منه الدود، عاد كنتفكرو نولي لايحه معاه حتى السطل. المهم هكا كنت ما عرفتو صغر ما عرفتو كلاخ. المهم كنت فنيانه ديال بصح. واحد النهار بحال كاع النهارات غتجي عندي عكوزتي للدار على غفله، ما علماتنيش، وكانت اول مره غادي تجي عندي فيها العكوزه على غفله. انا شفتها ما عرفت باش تبليت، ما كرهتش الارض تشق وتبلعني. دخلات مسكينه بقات غير حاله في امها، الكلام ما بقى قدر يخرج ليها، بقات غير كتدور في عينيها في الدار وكتشوفه مصدومه. انا تلفت، ما عرفت نسبق يدي ما عرفت نسبق رجلي، الخطاوي تخالفوا ليا. كنت كنشوف ماما في الدار كتحط اتاي والقهوه فاش كيجيو الضياف، وانا كانت باقا عندي واحد شويه ديال الحلوى من عرسي، درتها في طبيسيل وجدت اتاي وبديت كنقلب ونشقلب في هذاك اتاي كما كنشوفهم كيديروا، وانا فخوره براسي وكنقول غتشربوا غتنسى كاع الروينه اللي شافت. حطيت لي هذاك الشي وهي غير كتشوف، كبيت ليها اتاي وبقيت كنشوف فيها مسكينه كتدي داك الكاس حتى لعند فمها، كتبوسو وتحيدو في البلاصه. شويه مسكينه حشمات وهي تقول لي كديري اتاي خفيف وبدات كتضحك وانا كنضحك معاها، والعروقات هابطين ليا على ظهري، حيت انا ما عارفاش القياس ديال البراد، ما عارفاش حتى اش من شحال ديال العبار ديال اتاي ندير في كل براد.
ودابا فاش تعلمت كنتفكر داك اتاي اللي كنت صاوبت ليها وكتشدني الصهده من صبعي الصغير. حاشا نعمة الله تقول جافيل صافي صفر صفر صفر. هي شربات جوج غمات وحطاتو. مشات عكوزتي فحالها ما قالت حتى كلمه. مشات فحالها. دخل راجلي في العشيه مع الدخله قال لي جا عندك شي حد، حيت لقات الطبله مخليها تاني هكاك بصينيتها بكيسانها. ملي مشات ماماه ما جمعتهاش. قلتلو جات ماماك؟ ايوا جلس. قال لي كبي كبي شي كاس ديال اتاي وانا فرحانه براسي. قلتلو بلاتي نسخنو. ايوا سخنتو كبيت ليه غير داق بدا كيضحك كيضحك. قال لي واش هذا اتاي ولا بول الفكارن حاشاكم؟ قلتلو ويلي حاشاك. قال لي زيدي زيدي قالك حاشاك. دخلني الكوزينه جبد اتاي السكر سخن الماء غسل البراد وهو يعمرو قدامي. وراني القياس ديال اتاي القياس ديال السكر. عاد انا تعلمت نعمر اتاي والله الا حتى وراني راجلي. ايوا مشات ايام وجات ايام وولات الميناج والشقة هو اكبر عقدة عندي في حياتي. داري يوميا ضربي ليها تشطح. في هاد العام كامل اللي داز عمرني خملتها ولو مرة واحدة. داز رمضان داز العيد الصغير داز العيد الكبير ولا عمرني خملت هذيك الدار. تخيلوا الصابون كنت كنصبنو وننشرو ويقد يبقى تما 3 ايام 4 ايام حتى كنحتاج شي حاجه في الحوايج وكنطلع نجيبهم كنلقاهم يابسين. فاش كنجيبهم ما كنطويهمش كنحطهم فوق الكنابي ونعاود نصبن حوايج اخرين ينشفوا وننساهم حتى هما نوبتهم ونهبطهم ونحطهم فوق خوتهم. كنا الحوايج كنلبسو من فوق الكنابي حيت اصلا واخا نطويهم بلاكار فاش غتحطيهم حتى هو مرون. شي مرات كنحيدو الحوايج ونلوحوهم فوق هادوك اللي مصبنين كيولي مخلط ليا الموسخ مع النقي. المهم اش غنقول لكم، الفوضى فاش كنا عايشين ما يعلم بها الا الله. راجلي كان عزيز عليه النقا والنظام ولكني مسكين عيا ما يدوي حتى حاجه ما تبدلات. استسلم للامر الواقع. في الاول كان كيدخل من الخدمه وكيبدا كيجمع مسكين ويطرف. دابا صافي تسالاو ليه ولا كيدخل عيان كيلقى الروينه كيشوف فيها كيميك كياكل كينعس ما كيقول حتى كلمه. بقينا جارين هكا حتى كنحمل بولدي الاول. ايوا زدت كملت داكشي اللي خاصني حتى داك الشويه اللي كنت كنديرو ما بقيتش كنديرو وجاني لوحم صعيب والردان الردان وكل شي عايفاه. غير مشى لوحم تقاليت ما بقيتش كنقد نتحرك من بلاصتي. وليت عاطياها غير للنعاس حتى من الماكله راجلي كان كيجيبها غير من الزنقه. جات عندي ماما مسكينه واحد النهار شافت ديك الحاله ضرها قلبها. واش غنقول لكم، ناضت ضرباتها للدار بواحد التخميله فاعله تاركه حتى من السقف وحكاتو ولات الدار كتشعل. جا راجلي شاف داك المنظر مع مسكين عمرو ما شم ريحه جافيل عندنا في الدار. بقى مسكين كيدعي ويعاود مع ماما ما تاقش واش دارو هاديك تصدم. بالحق كيقول لك مزين نقا كون يبقى. غير دازو شي يامات ايوا ها حنا تاني عاوتاني في الوسوخات والعفونات. عاوتاني الدار بدات كتوسخ وانا رجعت لعادتي القديمه. هالما عن شي فوق شي حتى ما بقيناش كنلقاو كاس هو الاخر نشربو فيه. ايوا بقينا تاني هكاك حتى دازت واحد الشهراين. دخل شهري وناض راجلي مسكين خافني لا نحشم بيه قدام الناس. مشى جاب ليا واحد المراه تخمل ليا الدار. جات هذيك المراه حتى هي خملات ليا الدار من داك الشيء الرفيع قنت بقنت دوزات فيها 5 ايام. ايوا ولات وجات عندي ماما ولات ماما هي اللي هزه كل شيء. الناس كيجيو انا حامد الله اللي ماما كاينه معايا. داز نفاسي ودوزت السبوع ديال ولدي ومشات ماما في حالها وعادت ريما لعادتها القديمة. عاوتاني الرواين والبوطاجي غيطيح بالماعن والعفن فين ما دورتي عينيك تشوفيه حرفيا كل شي موسخ. راجلي ولا داخل ينقر خارج ينقر. عاد زادوني الترابي وليت محيلتي للدري محيلتي للدار اللي بحال تفرقعت فيها قنبولة ديال الوسخ. واحد النهار وهذا النهار كان هو النهار اللي غناخد فيه اول صفعه وغنفيق شي شويه ونحل عينيا.
جات عندي واحد صاحبتي اللي شحال هادي ما شفتهاش، تا عرسي ما حضراتش ليه حيت هي كانت تزوجات قبل مني وتزوجات في واحد المدينه واحده اخرى. مهم جات تزور والديها وقالت لك سمعتني ولدت وجات تبارك ليا. حليت الباب بحال الا شفت ملاك الموت، تسمرت بلاصتي. الدار ضربي ليها تشطح والصبابط مفرشين حدا الباب والتقاشر حداهم. تمنيت الارض تشق ونتخشى فيها في ديك اللحظه. مرقت ما عرفت فين ندي وجهي وما عندها حتى فين تحط رجليها. ما كاين حتى فين تجلس عباد الله. الصالون عامر بالحوايج، شي مصبن شي ما مصبنش، والماعن فوق الطبله موسخين. بديت هكا كنلم داكشي اش غنجمع. بديت غير كندير ليها فين تجلس بعدا، اما راه ما عندي ما نجمع في هذاك الشيء. كارثه بكل المقاييس. قالت لي جلسي باينه راكي مريضه. قلت لها والله الا من نفاسي وانا شاده الفراش. قالت لي مالكي؟ قلت لها الوجع ولقيتها سبه. بديت نشكي غير باش ندرق على حريرتي. قلت لها والو، الفراش ما كنوضش منه، مزيان بعدا اللي جيتي تفوجي عليا شي شويه. ايوا قالت لي ما يكون باس. بدينا كنهضروا ونجمعوا. ايوا وهي تبدا السيده كتلوح ليا في المعاني وسط الهضره. الله يعطينا زهر الخيبات، الله يعطينا زهر المعفونات. ايوا حشات فيا الهضره بالمزيان وانا غير كنتكردد حيت كتهضر وما مبيناش، ما خلاتش ليا فين نجاوبها. كنقولها ويلي واش انا معفونه لهاد الدرجه؟ انا ماشي كنت راضيه على حالتي، غير وكان ولفت العجز. كنقول غير انا وراجلي ما شافنا حد وهو قابل عليا، حتى كاع الا جات مو ولا امي كيستروا عيبنا. بالحق فجاتني من هاد خيتي ما تقبلتهاش. ما نكذبش عليكم، الارض سخنات بيا. ايوا هي كتهضر وانا غير مع راسي كنقول على مالي انا من دون العيالات اللي نولي مسكه في الفام بحال هكا. ايوا يا حنان، الا ما دارت فيك هذه النفس راه عمرت حتى حاجه ما ديرها فيك. هي كتهضر وانا كنقول من اليوم الا ما نولي حنان اخرى، الا ما نولي حنان نقيه، الا ما نولي حنان متوله اجيو دفلو عليا. مشات السيده في حالها وانا كي خرجت قررت نبدا من الغد ليه. ايوا نط النهار الاول بديت بطريقه عشوائيه، وصلت النص الثاني فشلت، مشيت جلست. النهار الثاني جمعت الدار، بداو هكا بشوي كيبانوا ليا الرواين كينقصوا. بالحق لقيت مشكل اخر مع راجلي اللي ولف الروينه معايا، ولا اللي حيدها كيرميها. انا كنجمع وهو كيرون حتى كيفشلني. يلا كنبغي نفشل تاني وكنعل الشيطان ونوض ونقول ديري فيك النفس ما تبقايش ضحكه. كنوض تاني نهار ونجلس يومين. المهم مازال ما ولفتش شي روتين مقاد ديال الشقه، حتى النهار اللي غتجيني الطرشه رقم 3. حيت انا وليت كنشقى شويه ولكن ماشي كل نهار. يعني الا وقفتي ليا على غفله تقدري انتي وزهرك تقدري تلقاي الدار نقيه، تقدري تلقايها موسخه. المهم هاد الطرشه ما كانتش طرشه، كانت الضربه القاضيه، الضربه اللي غادي تفيقني ديال بصح. نهار اللي غادي تجي لعندي لوستي للدار، وهاد لوستي كانت عايشه في الخارج. انا ما ظنيتش نهائيا انها غادي تجي لعندي، حيت راجلي قال لي مزروبه جات غير تطلع على ماماها مريضه شي شويه وترجع. الساعه هي قالت لك جات تبارك لي الزياده اللي ما حضراتش ليها. ايوا جاتني على غفله. تخيلوا فاش صونات انا يلاه فايقه من النعاس، رجل لابسه فيها فرده ديال صندالتي والرجل الاخرى فرده ديال راجلي. الشعر طالع حتى للسما، التريكو من سوق السبت والسروال من سوق الاربع. حوايجي كاع مدبوغين وموسخه ما مدوشاش. ايوا حليت ليها الباب كنقول ليها دخلي، وانا كنقول يا ربي على الله تقول لا. الساعه دخلات، ايوا هي داخله وانا وراها كنولول، والسيده جاتها الساكته المسكوته. حسيت بها تصدمات. انا حالتي، الدار حالتها. تخيلوا عينيها ما رمشوش، بقات غير كتشوف فيا والدور تشوف في الدار. ما جلساتش، فين غتجلس؟ كلشي مرون. بقات واقفه. عييت فيها جلسي تشربي شي حاجه. قالت لي والو، جيت غير نطلع لك ونمشي في حالي. ما كملاتش معايا 2 دقايق جات تعنقني تقول لي بالسلامه وانا غندوب بالمرقه، ريحتي كتقلب.
ايوا هي خرجت من هنا، وانا دخلت نيشان دوشت ولبست بيجامه مقاده وقاديت حالتي، درت هكا مكياج خفيف واخا بعد المهم جا راجلي شافني، تخيلوا واش قال لي اوه اخيرا جا النهار اللي نشوفك فيه مرة. الحمد لله ما متش قبل ما نشوف هذا النهار. هدرت وحسيت بها بحال شي موس ماضي اللي دارتو ليا لوستي كملوا ليا هو. ايوا هو هز تليفونو وجا حدايا وقال لي صبري نصورك، واخا غير نحافظ على هذا النهار ذكرى. وانا غير ساكته كنشوف فين وصلت راسي. شويه هو يقول لي واش اختي جات للدار؟ قلت له باش عرفتي؟ قال لي راه قالت لي غدوز. قلت له واش اخر قالت لك؟ هو يصدمني قال لي واش غتقول لي؟ قالت لي تستاهل اخويا محسن. انا تطعنت ولاني ما بينتش. قلت له على مالها؟ اش تقول لك هكاك؟ على مال حالتك؟ ما عجبكش؟ فين غتلقى بحالي؟ قال لي شوفي بعدا دارك وطلعي على راسك في المرايه عاد هضري. درت شفت في الدار وهي تجيني بحال لحظة إدراك، فعلا يمكن يستاهل حسن مني، يستاهل بعدا على الأقل يعيش في بلاصة نقية. تما عرفت بلي حتى واحد ما ظلمني، وإلا مشى حتى راجلي تزوج عليا ما غاديش يكون ظلمني، أنا اللي ظلمت راسي، أنا اللي ظلمت حتى راجلي معايا. من ديك اللحظة قررت باش نتبدل من مخموجة ومعفونة وفنيانة للات العيالات، وداري تولي كتشعل، ونزيد مازال نتهلا في راسي. على باش زايدين عليا العيالات؟ هما عيالات وانا لا، وكاينه اللي خدامه كاع ودارها كتشعل وماكلتها طايبه، وانا غير جالسه في الدار وعايشه في هاد العفن كامل. اذا المشكل راه فيا انا، ماشي في الوقت ولا في شي حاجه اخرى. ايوا وانا نتحزم، وليت كي كيفيق راجلي للخدمة كنفيق معاه، نشربو قهيوتنا مجموعين، واخا نكون كنموت بالنعاس وباغا نعس كنجمع الوقفة ونوض معاه غير كي يخرج. كنبدا في الشغل في الاول، ما نكذبش عليكم غلباتني الدار، ما قدرتش عليها كاملة، كانت كتجيني صعيبة. ايوا انا تشدرت، انا كانت عندي واحد جارتي كانت حادقة وكطير مع الطيور، ريحة شافيل ديما كتفوح من قدام دارها، وكانت خفيفة في شغلها. فاش يلاه تزوجت كانت باغية تعرف عليا. بالحق انا كنت حدودية، حيت ما كنت كنبغي حتى شي واحد يدخل عندي لداري ويشوف روينتي من الاخر. ايوا قصدتها والمقصود الله، مشيت عندها دقيت عليها، بقينا مجمعين حدا الباب. شويه قلت لها شوفي ما كاين ما نخبي عليك، راني كنت مريضه وداري ولات ضربي ليها تشطح، وراه ما مولفاش بالشقا وكذا. انا كنت بغيتها غير تقول لي كيفاش كدير تنظم الشقه ديالها. الساعه هي مسكينه قالت لي ماشي مشكل، غدا نجي نعاون اختي، نجي نعاونك ونزربو عليها دغيا دغيا. انا نحلف وهي تحلف. ايوا فعلا السيده الغد ليه جات لعندي وبدات، واش غنقول لكم، واحد الجهد عندها ما عرفتو من عند الله، ما عرفت واش حيت مولفه الشغل من صغرها. المهم واحد الخفه راه تبارك الله. الصالون ما عرفتها كي دارت ليه هزاتو كامل، انا جيت ضربتها ليه بتسيقه، ما جيت فين نكمل التسيقه للصالون لقيتها هزات بيت النعاس. تبعتها نسيقو تا هو، ما جيتش نكمل لقيتها بطات البلاكارات وبدات كطوي. المهم تبارك الله ما شاء الله، دارت ليا لدوك البيوت بحال مسيو بروبر ديال ساني كروا. مشات في حالها، الغد ليه تاني جات لعندي ودخلت معايا للكوزينه، وهديك الكوزينه حصلنا فيها واحد الحصله ديال الكلاب. حسيت بها مسكينه غيطرطق فيها شي عرق بقوه العفن اللي لقات. البوطاجي مودك هكا طبقات ديال العفن فوق منه وتحت منه، كتكرط في داكشي بالموس وها العار. داكشي ليدام طبقه فوق طبقه فوق طبقه، كتكرط في داكشي وتدور تشوف فيا مسكينه حتى جاها الردان. المهم لهلا يوريكم الخيخ اللي جبدات ليا من تما. جبدات كلشي انا مرقت، نقات داك العفن كامل، وديك الكوزينه رجعات كتشعل. دخل راجلي تفاجئ، البلاصه اللي حط فيها رجليه ضربوا منها ريحه جافيل. نقا حسيت به ارتاح وفرح. المهم كملت ديك الدار وبقيت غير كنشوف فيها وفرحانه. ايوا قلت دابا هاد الدار خاصها تبقى كيف ما هكا،
عاودت عيطت لجارتي وقلت لها ودابا غتعطيني النظام اللي غنمشي عليه باش الدار تبقى ليا ديما هكا. عطاتني مسكينه واحد الروتين ديال الشقه نمشي عليه وما ننساش ليها خيرها في هاد النهار. هي اللي نقاتني، الله يجعل ربي ينقيها من الذنوب. قالت لي الفياق بكري بالذهب مشري. شحال هادي كنت كنحيد حوايجي وكنخليهم بلاصتهم، دابا لا، وليت كنحيد حوايجي كي كنحيدهم كنديهم اللي غيتصبن كيمشي للصابون، اللي غيتطوى كنطويه ديك الساعه، اللي غيتعلق كنعلقو. درت الشبكات الحوايج موسخين في الدوش باش الحوايج ما يبقاوش يتخلطوا. درت المنظمات بزاف، وهذه واحد الحاجه اللي نفعاتني ونصح بها اي وحده. وليت كل حاجه كنهزها كنعرف فين غنديها، كنديها لبلاصتها نيشان. وتاني كانت واحد القضيه خايبه فيا، كنت كنمشط شعري والشعر اللي كيطيح كيلصق هكا في المشطه كنجمعو بيديا ونكورو، ما كنديش للزبل، كنخليه هكاك فوق الكوافوز كيصدق طايح لاصق في الزربيه. كنت كنلقى داك الشعر فوق الزرابي فين ما مشيت كنلقاه. دابا وليت كنمشط شعري كنحيدو ديك الساعه من المشطه وكنرميه. عاوتاني كنت البيجامه اللي شقيت بها هي اللي كنبات بها. دابا لا، وليت كي كنكمل الشقه كندخل كندوش ونلبس عليا بيجامه نقيه وندير ريحتي ونجلس في داري ديك الساعه ونهز تليفوني ونتفرج ولا نلعب مع ولدي. ولا عندي واحد الروتين منظم ومقاد، كنوض كنفطر كندير شغلي نطيب غداتي نمسح الغبره نصب نسيق كنسالي كندوش كنلبس كنقي ولدي كنلعب معاه. ولا عندي الوقت فين نخرج نتمشى، فين نمشي نزور ماما. وليت بحال كاع العيالات ديما نقيه في داري وديما نقيه في حالتي. راجلي ما كان كيجي حتى العشيه، كنصاوب ليه عشاتو كنضربها بالتشفيفه للكوزينه باش نلقاها الغد ليه نقيه وكنجلس معاه ونعطيه وقته ونجمع معاه. تبدلات حياتي 180 درجه، وليت كنحس براجلي مرتاح في دارو، ووليت لالات العيالات حتى ولاو كيضربوا بيا المثل في التاويل والنظام. فرق كبير كيفاش كنت وكيفاش وليت. تعلمت ننظم وقتي وراسي وداري، وتعلمت نطيب، تعلمت نخلي داري كتشعل، ونتهلا في شعري ونتهلا في صحتي وفي ولدي وفي راجلي. وليت انا اللي كنعطي النصائح للعيالات، ولا اللي شافني كيتصدم من التغيير اللي تغيرت. الحمد لله تبدلت وتبدلت للأحسن. وجيت نعاود لكم قصتي باش تستافدوا منها. يمكن تكون شي وحده فيكم طايحه في نفس المشكل وتسمع قصتي وتدير فيها النفس. تا وحده فينا ما تزادت معلمه، ولكن الخيب هو انك تشوفي راسك كاينه في الغلط وتبقاي فيه وما تبدلي والو. كنتمنى تفاعلوا مع القصه وتخليو لينا تعاليقكم. ما تنساوش اشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش ميعادنا القصه الجايه.